مارسيلينو على شمال المنطقه خطوره لانجرمان محاوله عرضيه والهدف الاول في المباراه. يسجل الان الهدف الاول بالقدم الناحيه الشمال. لانجرمان عرضيه منطقه خطوره التعدي والهدف الثاني ناسيمنتو وحطها جميله على يمين الحارس محمد الشمرة تترد وهدف رابع وهدف خامس في المباراة. حلوة يا فضل. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك يا فضل، الله أكبر عليك يا فضل. نعم نعم الله عليك يا فضل، الله عليك يا فضل. يا سلام يا سلام. عن طريق ناجي قدو، عن طريق ناجي قدو في وقت قاتل في الدقيقة 43 النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة. 1-0 للنادي الأهلي على توغل من اللاعب سيد حمدي، يحط الكرة لناجي قدو، هو قدو في المرمى جول. 1-0 تقدم منطقي للنادي الأهلي، 1-0 للفريق القاهري. هنا الكرة الطويلة، هنا الخطا في الدفاع وراء المدافع الهجري. سيد حمدي يعمل اكسلراسيون، يهرب على الهجري، يحط كرة في طبق والتسديدة ممتازة، ولاعب الخبرة قدو يفتح بوابة التسجيل. إذا 1-0 للنادي الأهلي في الشوط الأول في وقت قاتل. في الفترة الأولى النادي الأهلي يسجل هدف التقدم. الحقيقة روح انتصارية كبيرة لعب بها الفريق المصري في هذه الفترة الأولى في هذا الفاينل.
كرة ممتازة جدا. وليد الهشري يرجع مشكلة للترجي في الوسط، خطيرة برشا، 2 على 1 وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني. الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطأ كارثي في دفاعات النادي الاهلي اللي نقول يضمن البطولة بنسبة توصل 99%. النادي الاهلي كان افضل من غير كلام، النادي الاهلي كان احسن بكثير اليوم. ترجي الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته. وليد سليمان ينحي الكرة للاعب بن منصور، يعمل كرة ممتازة اللي قلت الورقة الجوكير للمدرب البدري، ويسجل الهدف الثاني، يسجل 2-0 للنادي الاهلي. تحب تحكي الان معنويا بدنيا فنيا نفسيا. الكاس يذهب للقاهرة مع هذا الاسرار للنادي الاهلي. هدفين ل0 للنادي الاهلي. هنا الكرة ينحال بالمنصور، هل كان هناك خطأ ام لا؟ هل كان ممكن